السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لأول مرة تشوف قناتي ما ينساش يفعل زر الجرس واشترك في القناة ليوصل لكم كل جديد. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فكرة النهاردة تساوي 1,000,000 جنيه ما شاء الله. اللي ما عندهاش مطحنة وعندها هند بلندر وبالذات القطعة بتاعة الخلاط اليدوي، هنجيب فلفل اسمر، كمون، اي توابل عندك حابه تطحنيها هتطحنيها بالفكره دي. كيس من بتاع المطبخ، كيس الخزين العادي مش استرتش ولا اي حاجه كده. هنحط الكميه بتاعه الفلفل الاسمر او اي توابل عندك، ولازم تلفيها كويس بالكيس، وامسكي الكيس وانت بتضربي ما شاء الله. شوفوا، لو حباه ناعم حباه خشن حاجه ترجع لك. لو حباه ناعم هتطحنيه مرتين اتنين ورا بعض، لو حباه خشن هي مرة واحدة. وادي في نفس الكيس كمان الكمية اللي فاضلة معايا هعملها معاكم. المضرب اليدوي بتاعنا اللي هو بنخلط بيه الطماطم والحاجات دي القطعة. هحط كيس المطبخ بتاعنا هفتحه واطبقه مرتين اتنين، وهقفل عليه كويس، وهمسك اهم حاجة تمسكي الكيس كويس بالطريقة دي، وشغلي الهند بلندر بتاعك مرة في مرة كده بالراحة، وبعد كده اطحني ناعم خالص. وادي ما شاء الله الفلفل الاسمر بتاعنا انطحن ما شاء الله. كمية كانت ما شاء الله عليها، وفكرة ما شاء الله. جربوها، واذا عجبتكم الفكرة ما تنسونيش في دعوة حلوة كده من قلبكم، ولايك واشتراك للقناة ليوصل لكم كل جديد ما شاء الله. شوفوا في نفس الكيس اللي انا اشتريت فيه الفلفل الاسمر بتاعي طحنت فيه بردك اهو. بس اهم حاجة الفكرة انك تمسكي الكيس كويس. لو هتعملي بستريتش لازم تلفي كويس كام مرة كده من الاسترتش، ما تبقاش مرة واحدة هينطر في وشك معاكي ساعة ما تضربي اول حاجة. فيستحسن كيس جامد كده ولفيه وامسكيه كويس بايديكي ما شاء الله. كانت فكرة جميلة جدا للي ما عندهاش مطحنة. واستغلي المضرب اليدوي بتاعك في طحن التوابل اللي عندك. شوفوا ما شاء الله، ما تروحيش تطحني فيه فول مدمس والكلام ده علشان ما تبوظيش الدراع بتاع الهند بلندر. هي توابل خفيفة كده، وما تسمعيش اي كلام اي حد ان هو يطحن الفول المدمس او اي حاجة اللي هي عبارة عن ناشفة جامد عشان ما تبوظيش الدراع. وده كان فيديو النهاردة، واشوف وشكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.